يا مساء الورد. اوعي تدخلي علاقة على أمل إن الشخص يتغير. اللي انت شايفاه دلوقتي ده أحسن نسخة منه. مع الوقت وبعد الجواز المسؤوليات هتزيد، الضغط هيزيد، هيبقى فيه أطفال، هتشوفي نسخة أسوأ. واعرفي حاجة، بعد الجواز الطباع حدتها بتزيد، يعني العصبي تبقى عصبي أكتر، المتحكم هيبقى متحكم فيكي أكتر. الشخص ما بيتغيرش عشان حد، الإنسان لو عايز يتغير فهو اللي بيقرر إن هو يتغير وبيتغير علشان نفسه. انتي مش داخلة علاقة علشان تعيشي دور المنقذ أو إن انتي تصلحي حد. العلاقات ما بتقومش كده، خدي حد سهل. كفاية علاقات صعبة، كفاية مقاسي وحاجات بنشوفها كتير في العلاقات. ادخلي علاقة سهلة، ارتبطي بإنسان سهل، إنسان يساعدك. لو انتي دلوقتي مش حاسة بأمان ولا بتقدير ولا باحترام ولا بحب واحتواء، بعد الجواز عدم الإحساس بالحاجات دي هيزيد أكتر وأكتر. كفاية علاقات صعبة. خدي حد شبه روحك، حد تعرفي تتكلمي معاه، حد تعرفي تختلفي معاه وانتي مطمنة، ما تبقيش عايشة في علاقة مهددة. العلاقات اتخلقت علشان نرتاح مش علشان نتعب. خلي بالك محدش هيسقفلك لو اتكسرتي، محدش هيسقفلك لو بقيت نفسيتك وحشة، أو لو ضحيتي، أو لو عشتي دور المنقذ. خدي علاقة ترتاحي فيها، علاقة شبه روحك.